مرحبا يا جماعة الخير. وصفة اليوم كريمة البيض، لكن مو أي كريمة، نكهة منعشة بالتوت الحامض. وصفة صحية كيتو والطعم خيالي. خلونا نبدأ ونروح للخلاط. نضيف 4 بيضات وكريمة خفق أو قشطة حسب المتوفر عندنا. نكهة أو مستخلص الفانيلا نضيف منها كمية سخية حتى نمحي أي رائحة للبيض. الخل أو النسكافيه أيضا يمشوا معانا. ونحلي الوصفة بستيفيا أو نوع السكر المفضل عندكم. ما راح نضيف أي سوائل الآن، ونكمل الخطوات وراح تعجبكم النتيجة. خلوكم معايا. نخلط المكونات تماما حتى يصير القوام ناعم وما نحتاج نصفيه. نضيف سكر مكرمل في قاع الصينية، حتى لو 10 جرام راح تكفي وتعطي فرق بالطعم بدون ما تخرب الدايت. بعدها نصب الخليط على السكر المكرمل في صينية وننتقل للغاز. نطبخ الكريمة على حمام مائي ونار هادئة. الكريمة راح تتماسك أسرع من الكريم كراميل هالمرة، لأن كل سوائلها تقريبا من البيض وخالية من الماء إلى الآن. بعد نتأكد أن البيض نضج تماما، نتركه يرتاح شوي ثم نرجع إلى الخلاط. نضيف كريمة البيض اللي طبخناها، تقدروا تستبدلوها ببيض مسلوق، لكني أحب نكهة هالوصفة أكثر. الآن نضيف الماء، حمض الليمون وحبات التوت على كريمة البيض. نخلط كل شيء حتى يصير القوام ناعم وكريمي. نصبه في أطباق التقديم ونخليه بالثلاجة حتى يبرد تماما. وبكذا صار عندنا ألذ كريمة توت حامض بالبيض وكيتو بعد، والطعم لا يقاوم. جربوها وشاركوني رأيكم بالتعليقات. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك حتى نستمر مع بعض.